السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني من مصادر موثوقة من داخل فريق الرجاء البيضاوي، لأن الرئيس الجديد لفريق الرجاء البيضاوي عادل هلا كلف المسير السابق المهدي البلغيتي ابن العضو المكتب المديري المامون البلغيتي بوضع آخر اللمسات القانونية والفعلية لتحويل الرجاء بشكل رسمي إلى شركة رياضية. ذات المصدر كيقول إن داخل المكتب المديري لفريق الرجاء البيضاوي لأن بالإجماع كبغاو لأن الشركة الرياضية تفعل بشكل رسمي باش الرجاء البيضاوي تحل المشاكل ديالها ويجيو مستشهرين جديدين ويجيو مساهمين جديدين، والرجاء تخرج من هذه المشاكل اللي كتخبط فيها المادية وتزيد إلى الأمام. هذا الشيء اللي أكدوا لنا مصدر من داخل فريق الرجاء البيضاوي، لأن الآن كيعملوا على قبال الرجاء باش ترجع 100% شركة رياضية، وهذا الشيء راه شرنا ليه عدة مرات، لأن الحل الوحيد لفريق الرجاء البيضاوي هي ترجع شركة رياضية 100%، والأسهم ديالها يتباعوا ويدخلوا لها مساهمين كبار وباش الرجاء تزيد الى الامام. وهذا الشيء اللي كنتمناو هذه الخطوه هذه يزيد بها المكتب ويفعلها في هذه الايام المقبله ان شاء الله قبل من الميركاتو الشتوي، باش الرجاء توقف على رجليها وتجيب احسن اللعابه للفريق، وباش الفريق يقدر ينافس على عصبه الابطال وعلى البطوله وعلى كاس العرش، ويكون فريق كما بغاه الجماهير الرجاويه او الجماهير العالميه. هذا الشيء اللي كنتمناو لهذا الفريق. هذا المقابله اللي جمعت فريق الرجاء البيضاوي بنادي سامارتكس بغانا انتهت ب2-2، وهذه النتيجه جد ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، لان الظروف اللي دارت في هذه المقابله دارت ظروف صعيبه جدا، لان ولو لأن الناس كيشوفوا المقابله لانها غاده بواحد الريتم وفي شكل ماشي في المستوى ديالها، ولكن الملعب ما كانش ملعب صالح لكرة القدم، صالح لكل شيء إلا لكرة القدم، لأن الملعب كان يرتلى بهذه اللغة هذه، كان غير صالح تماما لكرة القدم. وهذا الشيء علاش اللعابة تعبوا كثير باش حاولوا يجيبوا هذه النتيجة إيجابية، وهذه كتبقى نتيجة إيجابية بالنسبة لمقابلات العودة، لأنها هنا بالمغرب بمدينة الدار البيضاء بملعب الزولي. إن شاء الله الرجاء غادا تنتصر هنا وغادا تأهل إن شاء الله. هزيمة مدوية لجوزيف زيمباور والياميق والمكعازي أمام الاتحاد بدوري روشن السعودي، لأنهم انهزموا ب7-1، وهذه الهزيمة ثقيلة جدا في الدوري السعودي، الدوري روشن السعودي. جوزيف زيمباور مدرب الوحدة السعودي خرج بواحد التدوينة وقال لأن الكرة المغربية تعتمد على المهارات، لأن اللاعبين المغاربة يمارسون كرة القدم في الشوارع، لذلك مهاراتهم عالية جدا، لأنك يعترف لأن الكرة المغربية عندها ثنائيات وعندها مهارات كبيرة، لأن اللعابة كلهم اللي كيتزادوا كيخرجوا يلعبوا الكرة في الشارع وكيكونوا رسوم برسوم وكيولوا لعابة، لأن بالفطرة عندنا هذه الفرديات هذه. رسميا اتحاد تواركا كيستقبل الوداد الرياضي في الدورة الثالثة بملعب 18 نوفمبر بالخميسات بدون جمهور، ان الجماهير ديال فريق الوداد ما غاداش ترحل وتمشي لمدينه الخميسات وتشجع الفريق ديالها، لان كاين هناك منع الجماهير ما غاداش تدخل هذه المقابله قول ويكلو بهذه اللغه هذه، لان بدون جمهور. المقابلة غتلعب يوم الجمعة المقبل على الساعة 6 مساء. محمد الدعية حارس مرمى سابق للمنتخب السعودي قال لي إن الحمد لله لأنه مدرب داخل الملعب، ولأنه كيوجه اللاعبين وكيضبط اللاعبين داخل الملعب وكيصنع عدة أهداف، لأنه لاعب له مهارات كبيرة. مازلنا كنتظروا رئيس فريق الوداد البيضاوي يتمنى اعلان على الصفقات الجديدات اللي ذكر، لانه قال كاينين 2 صفقات جديدات لفريق الوداد البيضاوي، ومن اهم الصفقات اللي قال على الاطلاق كنتظروه، لانه شكون هما هاد اللعابه الجدد اللي غادي ينضموا الى فريق الوداد البيضاوي. اخواني اخواتي، ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نوصل لكم كل حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو وما تبخلوش عنا باللايكات، وشكرا للجميع.